بعد ما عملت عملتي وقصيت القصة بقى لازم ان انا اعمل روتين ربار عشان اطولها. هو انا دماغي متركبة غلط، معلش. هلو. اول حاجة بليت شعري وجبت الزيت بتاع رو افريكان اللي هو الفوليكل بوستر ده، وقعدت بقى اوزع كده حوالين القصة وفي الفروة راسي كلها، ما يضرش للاحتياط يعني عشان شعري كله يطول، يعني نفسي اشوفه هو طويل. المهم قعدت بقى ادعك في فروة راسي حركات دائرية كده اهو 5 دقايق بالظبط كده. افضل اعمل حركات دائرية لحد ما تزهقي يعني، او شعرك يتنكش يوم ما اقرا. ويا سلام بقى لو تعملي الحركة دي بعد الديرما، يا ده يبقى النتيجة اضعاف. بس انا عشان ذكرية نسيت ان انا اعمل الديرما. يعني انا في العادي بعملها، بس انا المرة دي وانا بصور نسيت. حظك كده بقى. هتقوليلي طب ليه يا بنتي يا مارينا بليتي شعرك الاول؟ هو انا مش بليته قوي، انا خليته يبقى مندي. اولا عشان شعري ما يتقطعش وانا بدعك، عشان هو بيبقى ملعبك سيكا. ثانيا عشان الخطوه اللي هعملها بعد الزيت تبقى هي مره واحده، يعني ما بلش واغسل واعمل وبتاع. والخطوه دي هي هير ماسك من رو افريكان، برضو لازم بيتحط على شعري مندي وقبل الشاور، وبسيبه على شعري ساعه ولا ساعتين. والزيت برضو بسيبه ساعه ولا ساعتين. فانا بحط الاتنين على بعض واستنى هي نفس الساعة ولا ساعتين بدل ما اضيع 4 ساعات. فاهمة قصدي؟ المهم هوزعها على شعري بقى حتة حتة كده بالراحة لحد ما شعري كله يخلص. اوزعه كويس يعني من عند قبل الجذور كده، او سوري بعد الجذور لحد الاطراف، وهكذا بقى امسك حتة حتة لحد ما اخلص الباروكة دي كلها. بلم بقى كل خصلة او كل حتة انا عملتها، وبعد كده بزنق كله في البونيه، وافضل بهذا المنظر بقى ساعة ونص. والموضوع ده انا بعمله مرة كل اسبوعين، وده لاني لازم استخدم بعدها شامبو قوي وفيه سلفيت، وطبعا حاجة زي دي ما ينفعش استخدمها كل اسبوع. بعدها بقى الكونديشنر بتاعي 5 دقايق، والحمام الكريم او الديب كونديشنر بتاع نص ساعة. ولا مؤاخذة انا معرفتش اصورلك ده، وده لاني يعني الحمد لله الحنفيه ما بتطلعش غير ميه ساقعه، فما بقتش اغسل شعري فيها، حنفيه الحوض يعني. المهم جبت رشاش كده اسمه بيلجو، ده منتج مصري برضو عشان المقاطعه والحاجات الحلوه دي. فبرش بقى على فروه راسي كلها زي ما عملت في الزيت كده، وافضل ادعك حركات دائريه قبل ما اعمل اي حاجه في ستايلينج رول بتاع ده بيعمل يا بنتي يا ريكا؟ ده بيحفز الدوره الدمويه ويمنع التساقط ويطولهولك شويه، بيقولوا يعني. انا جربته وكان حلو يعني، مش وحش. ماشي يا اختي، وماذا بعد؟ مفيش يا ستي، هقسم الشعيرات سكاشن. هاخد كل سيكشن ابله جامد من عند الجذور كده، وهو المية هتنزل بقى تبل الباقي حرصا على الغريقة اللي هنغرقها يعني، بلاش كده اهو. هاخد الكريم المفضل ليا، هاخد منه تنتوفة واوزعها على الخصلة كويس واسلكها واعمل لها طريقة الستايلينج المفضلة ليا، وهكذا بقى في جميع انحاء شعيراتي. بعد ما خلصت بقى انشف بالسشوار والديفيوزر. بنشف من فوق لان انا لو نشفت من تحت الاول اللي فوق هيبل اللي تحت، يبقى كاني ما عملتش اي حاجه. فانا بنشف من فوق واتاكد ان اللي فوق نشف. بعد كده بقى انزل تحت سوايه. بعد ما تحت سوايه ده يكون نشف انزل تحت شويه، وهكذا. الموضوع شلل شويه، بياخد له بتاع 3 ساعات بس، يلا كله في ده الشكل القمر النهائي اللي هيطلع في الاخر. بعد ما ينشف بقى هو كده ناشف. حطي بقى نقطتين سيرم وفكي بقى بالطريقه اللي انت عايزاها. انا عن نفسي بحب الطريقه دي في الفك. وطبعا مش محتاجه اقولك لو انت بتكوي شعرك كتير او مش بتهتمي بيه، او فرد وكولاجين وبروتين والكلام ده، فوفري فلوسك وما تجيبيش منتجات، ووفري مجهودك وما تعمليش كل الحاجات دي، لان كل ده ملوش اي 30 لازمه طول ما انت بتفردي وبتكوي وتعملي الحاجات الكتير دي. Very good. Bye.